تفتكري ايه اكتر كلمة بتسمعيها على مدار اليوم؟ خليني اقولك انا، اكيد كلمة ماما. ومش ماما العادية، ماما بطريقة الزن دي اللي بتخرم ودنك اكيد. طيب خلينا نتكلم اكتر في الفيديو ده عن الزن واسبابه، وامتى يبقى طبيعي وامتى يبقى فيه مشكلة، وايه الاخطاء اللي بنقع فيها كأمهات، وازاي نوقف طريقة الزن دي من غير ما نخسر أعصابنا ولا علاقتنا بأولادنا. طيب خلينا في الأول كده نسأل سؤال: هل الزن لغة مشروعة ولا سلوك سيء؟ الزن ببساطة هي وسيلة لتواصل الطفل، لأنه مش بيعرف يطلب اللي هو عايزه بشكل منطقي، فبيستخدم الزن كوسيلة للتواصل الصوتي. أمثلة على الكلام ده مثلا الطفل الصغير اللي شبطان في لعبة في السوبر ماركت، أو الطفل الأكبر سنة اللي بيزن علشان مش عايز يذاكر، أو طفل قاعد قدام التلفزيون مثلا مش عايز يقفله، عايز يفضل يتفرج عليه وهو لازم يتقفل دلوقتي. خلينا عارفين ان هو مش بيزن علشان خاطر يضايقنا، هو بس بيزن علشان هو جرب مرة ونفعت معاه. طيب في بقى حاجات احنا بنعملها للأسف بتغذي الزن ده عنده، زي مثلا الاستسلام السريع. اقول على حاجة بعد ما كنت بقول عليها لا من 3 دقايق بسبب الزن. تاني حاجة هي التهديد الفاضي: لو زنيت مش هاخدك معايا المشوار، وبعدين في الاخر انا هاخده عادي. او ان انا اعلي بقى ليفل صوتي اعلى من صوته، يا انا يا انت النهارده. هيتعود دايما ان الحوار هيبقى بالطريقه دي وبصوت عالي بالشكل ده. او ان انا اتجاهل الزن ده من غير ما اديله بديل، يعني اسيبه يزن واروح داخله اوضتي، فهنا بقى هو يبدا يعلي اكتر ليفل صوته ويصرخ اكتر. طيب خلينا نتكلم بقى عن نفسيه الطفل وقت الزن. الطفل في وقت الزن بيبقى في حاله انفعاليه عاليه، يعني هو اصلا مش مستوعب لا كلامك ولا شرحك ولا ليه لا او كده، يعني فما تطوليش في التفسير في الوقت ده. طيب هو بقى محتاج ايه في الوقت ده؟ هو محتاج اعتراف بمشاعره وبدايل واضحة ثابتة على موقفها. يعني مثلا دلوقتي يبقى ميعاد الغدا وابنك مصمم ان هو يلعب دلوقتي، فانت هيكون ردك ايه؟ احنا هنلعب بعد الغدا، قصير وهادي وواضح. تعالوا اقول لكم بسرعة خطة عملية للتعامل مع الزن. رقم 1: التهيئة المسبقة. حبيبي احنا هننزل الماركت دلوقتي، بس هنشتري فاكهة وعصير، مفيش حلويات. رقم 2: نبرة الصوت بتفرق جدا، يعني جملة قصيرة بطريقة هادية من غير انفعال: دلوقتي لأ، بعد الغدا ممكن. دلوقتي لأ، بعد الغدا ممكن. تكرر بنفس الثبات وبنفس تون الصوت ومن غير انفعال. رقم 3: امدحيه على الموقف، يعني قوليله برافو. اما يطلب بالراحة قوليله برافو ان انت طلبت من غير ذنب. وممكن نعمل كمان مسرحية في البيت احنا وهو، يعني مثلا نخليه مرة يزن ويشوف رد فعل الزن، ومرة يطلب بهدوء ويشوف الرد فعل بتاع الهدوء. وعشان تقللي فرص الزن اتأكدي ان هو مش جعان ولا تعبان، وخلي دايما وقت ثابت للأكل وللنوم. ولو في سكرين تايم خلي برضو ليه وقت، وطبعا ما يبقاش كتير. امتى يبقى الزن وصل لمرحلة خطورة؟ لما يبقى طول اليوم وما بيفصلش، وعلى كل حاجة وأي حاجة صريخ هستيري، يبدأ يضرب نفسه أو غيره، يبدأ بقى يتمرمغ في الأرض. ولو فوق ال7 سنين بيبدأ يستعمله بالطريقة كأسلوب ضغط، هنا يبقى فيه خطر وممكن نبدأ نتوجه لمتخصص. وفي الآخر حابة أقول لكم إن الزن مش لعنة، الزن سلوك مكتسب وممكن يتغير لو كنتي واعية لده، وكنتي أم ثابتة وهادية في كل مرة بتتعرضي له. يعني الطفل اللي هيلاقي الزن بتاعه بيتغذى باستجابة، فالسلوك ده هيتكرر.
والطفل اللي بيلاقي ان طلبه الهادي هو اللي بيتنفذ، فكده السلوك ده هو اللي بيتكرر. ولو الفيديو ده فادك شاركيه مع اي ام تعبانه من الزن، واكتب لنا في الكومنتس ايه اكتر موقف تعرضتي له من الزن وكنتي خلاص واصله لليفل الوحش. ولو عجبك محتوى انا من صغيره فياريت تشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد منها. باي.